تقدري تعملي الليب جلاس بتاعك في البيت من حاجتين طبيعيين. اول حاجة جليسرين طبيعي وده بيرطب الشفايف كويس جدا، وتاني حاجة الكركديه بعد ما نطحنه ونطحنه كويس قوي، البودرة بتاعته هي اللي هتدينا لون يجنن للليب جلاس. بعد ما نحط بودرة الكركديه على الجليسرين هنقلبهم كويس ونسيبهم يوم 2-3 لحد ما اللون بتاعهم على كوتن بادز كده نشوفه يبقى لون تقيل وعجبنا. بعد كده نبتدي مرحلة تصفية الليب جلاس. بنجيب المصفى بتاعة القهوة، الورقة التصفية بتاعة القهوة، وبنصفي الليب جلاس. بياخد وقته شوية لأن الجليسرين ليه سمك يعني، فأنا عن نفسي بسيبه يوم بيعمل لي الكمية دي كلها بيصفيها لي. بس النهاردة عشان الفيديو هعمل كمية تعمل لي 2 ليب جلاس. نجيب بقى ازازة الليب جلاس ونحط الليب جلاس ونقفلها كويس وبقت جاهزة للاستخدام. مش قادرة اقولك الليب جلاس ده لونه عامل ازاي، بيطري الشفايف ازاي، ده غير كمان الفيتامينز الكتيرة جدا اللي موجودة في الكركديه والترطيب اللي فعلا ملوش مثيل اللي هتاخديه من الجليسرين. استنوا فيديوهات تانية ووصفات تانية.